السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بصحه جيده. رجعنا لكم فيديو جديد اللي غنقدم لكم فيه واحد الكيكه اللي كتجي رائعه. فهنا بقاو معنا في الفيديو باش تعرفوا على المكونات. غنحتاجوا 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، وهنا غنستخدموا الخلاط الكهربائي. غنزيدو كأس مع مرش السكر، فهنا من بعد ما داب لينا داك السكر غنضيفو باقي المكونات. عندنا كاس مع مرش بزاف ديال الزيت، فهنا كنخدمو بمعيار ديال كأس العنبه، وغنزيدو قبيصه ديال الملحه. غنضيفو علبه ديال دانون فاني، غنكملو الخلط ديالنا. فهنا غنبداو باش نضيفو طحين. فعندنا هنا ما يقارب 2 الكيسان عامرين ديال الطحين ونصف. غنزيدو الكاس الاول، الكاس الثاني، غنبداو هنا غنستخدمو 2 الاكياس ديال الالزا، والخميره الكيميائيه. هذا الكيس الاول، وغنضيفو الكيس الثاني. فهنا غنخلطو غير بالخلاط اليدوي باش تكون سهله علينا نعرفو القوام
الخليط. فهنا كيبقى على حسب نوع الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب لينا الماء دغيا والطحين اللي لا، فهنا يعني على حسب القوام الا غنزيدو على الطحين ولا بلاش. غنزيدو شويه ديال الطحين. كما كتلاحظوا القوام كي كيجي معانا. فهنا تقريبا خدمنا ب 250 غرام ديال الطحين. وباش تجي الكيكه ديالنا خفيفه وهشيشه غنضيفوا ملعقه ديال الخل. فهذا هو القوام الاخير للكيكه ديالنا. فهنا خدينا القالب ديالنا ودرنا له شويه ديال الزيت وشويه ديال الطحين باش ما تلصقش فيه الكيكه ديالنا. فهنا غنبداو نكبوه في الخليط كما كتلاحظوا القوام ديالو كي كيجي. وهنا كيكون جاهز باش ندخلوه للفران. كيكون يعني ماشي سخون قبل، غير كندخلوه كنشعلوا له من التحت حتى تنفخ لينا ولا تعمر لينا القالب ديالنا، عاد كنشعلوا له من الفوق غير باش تحمر وكتكون جاهزه وكنحيدوها من الفرن. ها هي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن. فهنا غنقلبوها نحاولوا اننا نخرجوها من القالب ديالها. فهنا كتخرج لنا يعني بسهوله حيت كنا درنا ليها الطحين زيت من قبل. فها كي كتجي معنا كما كتلاحظوا. فهنا بالنسبه للتزيين غنخدموا كاس ديال صغير ديال الحليب اللي غندوبوا فيه الشوكولات نوار او الداكنه او اي نوع د الشوكولات كيعجبكم، وعلبه ديال الدانيت اللي كتعطينا واحد المذاق مميز للكيكه ديالنا. فها كي كتجي الكيكه ديالنا من بعد ما زيناها، فهنا كيبقى لكم الاختيار انكم تزينوها باش ما بغيتو. فهي كتجي رائعه وشهوه منها لا من ناحيه المنظر والمذاق. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، فما تبخلوش علينا بجيم والاشتراك في القناه.